السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبابي متابعي قناتي قناة أمنية إيمان؟ يا ربي كلكم بخير وصحة وسلامة. مشتاقة لكم كلش هواية. طبعا تجيني هواية أسئلة على الخاص. أمنية شلون تعتنين بالزرع؟ يا ريت تسوين فيديو خاص بالزرع وشون تعتنين بيه وشون تكاثري. طبعا نزولا عند رغبات المتابعين، اليوم هذا الفيديو راح يكون خاص بالزرع فقط، فأتمنى تستفادون من هذا الفيديو، ولا تنسوني باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس للكل حبايبي. طبعا أني أصلا يعني خريجة إعدادية زراعة، وبعدين كملت دراستي وكملت بكالوريوس. فالزراعة هي هوايتي، وأني أصلا يعني من منطقة ريفية، فكان يعني عندنا بستان وعندنا حديقة، وهاي يعني الحب لهذا الزرع يعني من الطفولة. فيعني الله يرحمه والدي كان يتبارك بي يعني بالزرع، يقول لي تعي ازرعي، حط ايدش بالزرع، لانه الحمد لله كان اي شيء ازرعه يعني يبقى هذا يعني ما يخيب مثل ما يقولون. فهاي الشغلة بقت وياي لحد ما كبرت، وحتى كان بيت أهلي يعني إحنا حديقة وبستان، وهم مسوية هاي النباتات وأعتني بيها. فحتى كانوا بذاك الوقت يعني كنا الناس بعدها ما متنورة على الزرع وعلى السنادين، فكانوا يقولون يعني أنتم بيتكم وعندكم حديقة ليش مسوين سنادين؟ فمن ذاك اليوم أني أحب هاي الشغلة، وبقيت وياي لحد ما يعني لحد هذا العمر. فأي مكان أقعد بيه أحب يعني أسوي بيه زرع. فاليوم فحشوفكم جزء من زرعاتي وشون أعتني بيها. طبعا أهم شيء بالنبات هو لازم تكون وحدة تحب تحب يعني النباتات، تحب شلون تعتني بيها. أهم شيء الحب، يعني إذا كنتي ما تحبيه ما تقدرين تبدعين بيه وتدارينه. يعني أنا أعتبرهم أطفالي، نباتاتي أعتبرهم أطفالي. أهم شيء بالنباتات لازم تكون تعرفين هاي النبتة شنو اللي تحتاجه، يعني ضوء هواية، ضوء قليل، شلون تعتنين بيه. أهم شيء تغذيته، أهم شيء التغذية، شو تسقينه، فترات السقي. يعني هاي فد شيء مهم جدا لديمومة هاي الزرعيات عندك. طبعا أنا دا أسجل الفيديو وحاطة قورة شاي. فهذا القوري مال الشاي بيه صوت من يقوم يعني يفور ويتهدر. يعني بين بالفيديو أكيد يعني. فشوف مثلا هسه هاي عندي بالمطبخ، هذا شباك، هاي الإنارة هنا موجودة. فشنو مخلية أني؟ مخلية البلاب، مخلية شف الوزة، ومخلية الكرتون. طبعا هذا يحب إنارة، وحتى إنارة قليل صح. أشوفكم أنا بمكان ثاني هم مخليته، وهمات نفس الشيء عندي بي يعني دا يدفع. هاي طبعا بعدها مو حل دا تدفع. زين هذولا كانوا عندي السنادين مالتهم صغار، فكلهم سويت لهم تحويل قبل يومين او 3 ايام. فلذلك اشوفوهم يعني بعدهم اني ما ساقيتهم، اول ما حولتهم سقيتهم، وبعدني ما ساقيتهم مرة الثانية. هي اهم شيء فقرة السقي، هسه هم احكي لكم عنها وشون تسمدوها. طبعا عندي هاي المنطقة هاي يعني بالصالة، تلاحظون اكو إنارة، تمام. هذا شباك فإنارة خفيفة، بالإضافة إلى هذا الجلوب، يعني لازم إنارة صناعية وإنارة طبيعية. فهاي المنطقة بها هم نباتات، شوفوها الحمد لله والشكر. شوفوا النبتة شلون حلوة وزاهية ونشطة. هاي هنا عندنا بهذا المكان. طبعا هذا وين جوا الدرج، تلاحظون هذا المكان. وسأشوفكم هذا الدرج شلونه. هاي النباتات هذا تلاحظون، لا اروح اوقع من داي اصور. شوفوا هذا الشكل.
هذا وهذا الدرج وهذا جوا الدرج. شوفوا أنا شلون مستغلته، فشي حلو. بالإضافة إلى بعض مناطق أخرى عندي بيها زرع. طبعا أهم شيء السقي، قلت لكم أسبوعيا، يعني أني مسوية جدول، يعني كل سبت أسقي نباتاتي. بشنو أسقيها؟ يعني نادرا ما أسقيها بالمي، دائما. هسه مثلا أنا سويت شاي، مثلا سويت الشاي، شربنا من عنده، بقى بالقوري، هذا ما راح أذبه أبد، ما أذبه، راح هذا من يكون بارد راح أسقي بيه سناديني. تمام. شوفوا اني هذا، شوفوا شلون عندي كله ما شاء الله، يعني شلون دا يدفع ويطلع يطلع اوراق. يعني هذا شوفوا تمام كله عندي. شوفوا هاي شلون صعدت، طبعا هاي كنت جايبتها كلش صغيره، بس صعدت عندي واستلقت ما شاء الله. تمام. بالاضافه الى هاي اللي هي زنبقة السلام أو الشراع، يعني عندها عدة تسميات. شوفوا هذا عندي هنا الكارتون، شوفوا هنا شلون مطلع عندي، بس هاي لأنه هاي السندانة قبل هذيك. شوفوا شلون مطلع عندي، شلون عندي دفع، لأنه أهم شيء النبات اللي يغدره هو المي، أبد لا تعطونه مي. ومن تدون تكثرون، طبعا هذا السنادين الصغار كلهم أنا مكثرتهم، طبعا هذا تكثيري، هذا تكثيري. تمام. هاي اللي فوقها البلاب اللي شوفت لكم اياه، هذا كله تكثيري، انا اكثره. هاي باعوا، هاي كله تكثيري، هذا اني زارعته، هاي اني هذا حاطته مجدرته بالماء، هذا بعدين اسويه سنادين. تمام. فاسبوعيا اني اسقيهم. المي مالت يعني اعطيهم اياه الاسبوعي، اما اخلي بيه حديد، اما الرز امرده والمي مالته، او مي الشاي، مي اللحم، يعني عموما هاي شغلات استخدمها نباتاتي. بس قلت لكم اهم شيء ما تسقيها هوايه. واذا تدين تحولين سندانه، دائما خلوا الدارسين المطحون بشعب السندانه، يعني بوسط السندانه، حتى يعني حتى ما يخيس الجذر. تمام. والماء هسه احنا يعني هذا صيف، كل 5 ايام 4 ايام يلا تسقوها، مو يوميه ابدا، تسقوها يوميه. تمام. بالاضافه الى يكون مكان بارد، يعني اني فوق اكو سبلت، هنا أنا اكو سبلت، يعني خاصه بالصيف اكو بروده، بالشتاء اخلي صوبات تدفئه للبيت، البيت لازم يكون دافي، بالشتاء لازم يكون دافي كلش، وبالصيف بارد. يعني اني من اكو وطنيه سبلت يشتغل. تمام. يعني حتى تجيها بروده. هذا البثل أبد لا تذبيه نهائي، لا تذبينه، هذا تخلينه للسندانة. مثل يعني كأنه بتموس. القهوة تشربين بقى عندك قهوة، حطيها يعني اسقي بيه. تمام. وقلت لكم الشاي كلش ممتاز للنباتات. شوفوا هسه هاي جف الوزة، طبعا شوفوا هنا كله على الإنارة الصناعية، يعني هنا ما عندي شباك، ذاك بعيد، ذاك الشباك البعيد حاطه بيه زرع. تمام. وهذا الشباك، يعني هذا القاطع بين المطبخ الحار ومطبخ المطبخ البارد. فقلت لكم اهم فقره الاناره والسقي والتسميد، هو هذا اهم شيء بالنبات. شوفي نباتك ما شاء الله كبر وحلو وصار، فانت حاولي اخذي من عنده، جذري من عنده. يعني هسه مثلا اني هاي اللي شوفوها يعني هواي بيها فروع، اقدر اخذ من عندها واحطه بالمي واجذره. يعني مثلا شوفوا هسه هاي عندنا هذا حاطته اني بالمي، حاطته بالمي انتظر التجذير مالته. تمام. هسه هاي طبعا هاي عصا موسى جبتها، صفرت، قصتها، حطيتها بالقلاص بالمي، جذرت عندي ويا محلاتها.
هذولا طبعا هماتين مجذرتهم. هسه بعد يومين 3 اسقيهم، يعني اسويهم، ازرعهم. هاي اني زرعتها قبل كم يوم، هاي السندانة الصغيرة زرعتها. وهكذا انت من تكثرين يصير عندك يعني حب، بعد ما تحسينه يقوم يفور على ايدك. شوف هسه هاي عندي، هاي الورقة أنا خليتها بالمي، وقعت خليتها بالمي، فهسه قامت تتجذر. تلاحظون هاي قامت تتجذر زين. وبعدين أزرعها. ما أعرف أنا لأنه داي أشيل ويعني وأصور. عندي هاي النباتات الخارجية نفس الشيء، هاي من أنا هم زارعتهم بهاي، بس يومية هذول البرة لازم يومية أسقيهم. هذول البرة يومية أسقيهم أني. يعني هذا العنكب، دمعة الطفل، طبعا هذا البلاب الأبيض هماتين حاطته هنا. هذا الأمازون حاطته هنا، هذا يحب مي. هذولا حاطتهم كلهم برا. هذولا هم نفس الشيء هنا. أهم شيء يومية سقي. طبعا أنا أستخدم كله بتموس، هاي أكياس البتموس، أني النباتات الداخلية كلها أستخدم لها البتموس. تمام. حبايبي، وأتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم وتستفادون من عنده. وأي أسئلة أي استفسارات أنا حاضرة لكم. ولا تنسون مثل ما قلت لكم، لا تنسون باللايك وبالاشتراك يعني شنو بعد، لأنه قناتي تعبانة ما بيها مشاهدات وما داي تصعد. أنا أدري يعني هاملتها وأدري مقصرة والله لسبب الظروف، يعني لأنه ما عندي وقت نهائي والله. أتمنى أكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله أحاول ما أنقطع عنكم. يلا مع السلامة حبايبي.